بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في قناة السمك باسكندرية، معاكم عمرو أبو الوفا. والنهارده إن شاء الله هنتكلم عن سمكة الصرب، وهل يا ترى هي بتسبب فعلا أعراض هلاوس ولا لأ؟ سمكة الصرب تقريبا خدت اسمها من تسميتها بالانجليزي، لان هي اصلا اسمها بالانجليزي صربة سابلا، وتقريبا من هنا جت تسمية الصرب. سمكة الصرب كمان اسمها سليمة، وده اصلا اسمها باللاتيني اسمها سليمة، وتسميتها في ليبيا شلبة، في بعض الاماكن اسمها سمكة الحلامة او سمكة الاحلام. طب ليه؟ لان السمكة دي اتشهرت ان اللي بياكلها بيجي له دوار وهلاوس سمعية وبصرية وتهيؤات وتخيل مخلوقات غريبة بتتحرك حواليه. طب هل الكلام ده حقيقي؟ انا سألت كل الصيادين قالوا مفيش ضرر منها، ودخلت على الموسوعة قالت مفيش ضرر منها. في نفس الوقت في مقال في جريدة كلينيكال توكسيكولوجي في سنة 2006 بيوثق حالات جالها هلاوس سمعيه وبصريه واستمرت معاها من يومين ل3 ايام، وحالات كذا حاله من مختلف الاعمار السنيه. مش بس كده، ده كمان موثق تاريخيا ان في الامبراطوريه الرومانيه كانوا بيستخدموا السمكه دي اصلا للاغراض الترفيهيه، بين قوسين بيعملوا دماغ يعني. الحقيقه فين؟ في ناس بتقول لك غير ضار اطلاقا، في بعض المصادر بتقول لا، ثبت حالات هلاوس منها. لما قربنا شويه لقينا ان كل الناس اللي كلت السمكه دي وجالها هلاوس كلتها مش متنضفه، يعني كلتها ببطنها مقفوله. طب ايه المشكله؟ المشكله ان سمكه الصرب دي اصلا سمكه عاشبه، بتحب تاكل اعشاب، يعني طول النهار قاعده في البحر بتاكل اعشاب. من ضمن الاعشاب اللي هي بتاكلها دي حاجه اسمها كاليبا تاكسيفوليا. العشب ده سام، والسم بتاعه بيسبب قيء وغثيان ودوار وهلاوس سمعيه وبصريه، واحيانا في حالات نادره جدا سبب فقدان اجزاء من الذاكره، والاعراض دي بتدوم من يومين ل3 ايام. عشان كده كل المصادر بتقول ان السمكه نفسها غير ضاره، لكن الناس اللي حصلت لهم مشاكل دي كانوا واكلين السمكه مش متنضفه، وكمان هي كانت واكله كاليبا تاكسيفوليا. اما في الامبراطوريه الرومانيه هم اصلا كانوا عايزين يعملوا دماغ يعني، فايه بيعملوا ايه بقى؟ يجيبوا حله كبيره كده ويرموا فيها كل سمك الصرب ده مع بعضه، تمام؟ عاطل مع باطل بقى، لحد ما الكاليبا تاكسيفوليا دي تنزل الحاجات بتاعتها في الشوربه ويشربوها ويعملوا بقى دماغ. اما في اسكندريه هنا تعتبر سمكه الصرب غير ضاره، لان الكاليبا تاكسيفوليا دي مش منتشر في البحر المتوسط، وهي اصلا موطنها الاصلي البحر الكاريبي والمحيط الهادي، لكن هي انتشرت لان هي تم تصنيفها من اخطر 100 نبات غازي، يعني بيقدر بسهوله ان هو يغزو اي بيئه ثانيه ويكتر فيها. بس لو انت بتاكلها في اسكندريه برضه عشان تاخد حذرك، احسن حاجه انك انت اول ما تاخدها طازه وتنضفها وتشيل العشب من بطنها وتنضف احشائها. سمكه الصرب اكتر حاجه بتميزها هي الخطوط الصفراء الذهبي كده الجميله اللي على جنب جسمها، تقريبا هم 10 خطوط، وشها كمان من قدام شبه سمكه البطاطا قوي، في نقطه سوداء كده صغيره خالص ورا الخياشيم كده، في اخر الخياشيم في النص. سمكه الصرب موجوده في كل انحاء البحر المتوسط، وكمان في الساحل الشرقي للمحيط الاطلنطي من خليج باسكاي فوق خالص لحد اخر نقطه تحت خالص عند راس الرجاء الصالح، وكمان داخله في المحيط الهندي لحد مدغشقر. سمكه الصرب بتعيش في القاعان الرمليه، لكنها تفضل اكتر القاعان الصخريه، والفيصل بالنسبه لها ان يكون فيها اعشاب، يعني رمليه او صخريه اهم حاجه يكون عندي اعشاب وطحالب عشان اصلا ده الاكل بتاعي. لكن الافراد الصغيره منها بتفضل اكتر اللحوم والقشريات، يبقى هي صغيره ممكن تاكل لحوم وقشريات، لكن كل ما تكبر اكتر كل ما تفضل الاعشاب اكتر عن اللحوم والقشريات. وهي بتحب المياه الصافيه جدا، عشان كده دلوقتي بقت نادره جدا في البحر المتوسط في اسكندريه. عمقها المفضل من 5 متر ل 15 متر، واقصى عمق مسجل ليها 70 متر. بتحب تمشي في اسراب، وكل سرب بيكون تقريبا قد بعضه في الحجم وقد بعضه في السن، وهي سمكه خنثى باسبقيه الانثى، بتوصل للبلوغ عند طول 17 سم وعند طول 25 سم. بعض الافراد منها بيتحولوا لذكور، بحيث النسبه تبقى 1 إلى 3، يعني كل ذكر قدامه 3 من الاناث. تقريبا هي بتتحول لذكر عند سن كام من 3.5 سنه ل4 سنين. موسم التزاوج بيكون من شهر 10 لشهر 12، وفي دراسه بتقول ان السمكه دي مرنه جدا في التزاوج، يعني لو اتيحت لها الفرصه او البيئه اتظبطت او لقت مكان كويس للتزاوج، ممكن عددها ترجع تاني للاعداد الطبيعيه في خلال من سنه ل4 سنين. انت متخيل سمكه في خلال سنه ولا 4 سنين تقدر ترجع لعددها الطبيعيه لو توفرت البيئه المناسبه. بالنسبه للصيد، هي دلوقتي طبعا بقت نادره جدا، بس زمان كانوا بيصطادوها زي البطاطا بالظبط بالمشنقه بتاعت الخضره. وكان في صياد قديم بيقول لي ايه، بيقول لي زمان كانت موجوده كمان وباحجام كبيره، فتيجي مثلا تطلع الواحده من الميه تحس انها شمامه طالعه من الميه. سمكه الصرب ممتازه جدا في الاكل ولحمها جميل جدا، بس لازم تكون طازه جدا، يعني لو بايته او متهالكه بتبقى مالهاش اي لازمه خالص، لازم تكون طازه، بتتاكل مشويه رده او مشويه زيت وليمون، طعمها تحفه. يا رب المحتوى يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.